ازاي افتكر توك كامله من غير ما احتاج ان انا ابص في النوتس بتاعتي؟ دي من اكتر الاسئله اللي انا بتسالها، وبالنسبه لواحد بينسى اشيائه في كل حته، صدقوني ده كان من اكبر التحديات اللي موجوده عندي. اديك انت اللي بتصعد اشيائك اهو. لحد لما طلعت بتكنيك بسيط جدا كده بالنسبه لي يمكن يكون هو الحل السحري لده، وده واحد من التكنيكس اللي بعلمها دايما في الكورسز والورك شوبس اللي بنديها عن البابليك سبيكينج. سيمبلي زي عقارب الساعه، انا بعمل مايند ماب، مش بحط نقط، لان البوليت بوينتس لما بحطها تحت بعض بنساها، واوقات كتير يمكن ما بيبقوش مربوطين ببعض. انما لما تخيلوا كده معايا ان هنبدا بانترو وبعديها بوينت 1، بوينت 1 دي عندها القصه الفلانيه فانا فاكر القصه، بوينت 1 بتخلص بتسلم لبوينت 2، بوينت 2 بتسلم ل 3، 3 بتسلم ل 4، وطبعا كل واحده فيهم فيها السب بوينت بتاعتها او القصه بتاعتها، وكل بوينت بتسلم للبوينت اللي بعديها لحد ما نوصل في النهايه للكلوجر الفاينل خالص، الفيناله اللي فيها الريكاب للتوك كلها. وبالممارسه وبالتكرار هتلاقوا ان مخكم بيروح، هتلاقوا حتى الايد كده 1 2 3، فمش هننسى النقط، مش تحت بعض مرصوصين، انما مربوطين في ستوري كامله متناسقه على بعضها توصل الرساله. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا ايه علشان ما تنسوش التوب بتاعتكم، اكتبوا لي في كومنتس تحت.